السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتدوزوا هاد الايام ديال العيد ان شاء الله مع احبابكم مع اصحابكم. اليوم ان شاء الله عندي لكم واحد الوصفه زوينه ديال الوجه. غادي تعجبكم ان شاء الله، وانا متاكده انها غادي تعجبكم، لان فيها واحد المكون اساسي وصراحه ما كنديوهاش فيه بهذا المصطلح هذه، ما كنديوهاش فيه، ولكن الا جيتي تشوفي انه فيه غني بزاف بالفيتامينات. فيه غني بفيتامين اوميغا يعني زوين بزاف وزوين للبشره ديالنا. كما كتشوفوا هنا عندنا هنا الحليب، وعندنا داك المكون اللي هو زريعه الكتان. هاد زريعه الكتان كناخذوها وكنسخنوها شويه، وكنطحنوها. غناخذوا معلقه كبيره. وهنايا عندنا قشطه طريه سائله. هاد ثلاثه المكونات اللي عندنا غناخذوهم. كناخذوا هنايا معلقه كبيره ديال زريعه الكتان اللي كما قلت مطحونه، وهنايا 3 المعالق ديال الحليب، وهنا معلقه ديال القشطه الطريه سائله. هاد القشطه الطائره قشطه والله الا مشات ليا كريم فريش لا كريم فريش تكون سائله، قشطه طريه راني لقيتها قشطه طريه. المهم غادي ناخذ هاد المكونات كاملين ان شاء الله، غادي نخلطوهم. كناخذوا هنايا زرعه الكتان كما قلت لكم، ها هي كنسخنوها وكنطحنوها معلقه كبيره. عندنا هنايا 3 ديال المعالق ديال الحليب، 2 3. وهنا كناخذوا قشطه طريه ناخذوا معلقه واحده. كنخلطوها بحال هكا وكتعطينا بحال هاد الشكل هكا. من بعد كنديروها في الوجه ديالنا وكنخلوها حتى يشرب لينا داك الحليب والقشطه الطريه، وحتى هي باش مزيانه. يعني ما غاديش نطحنوها وهي يعني كنقول وهي خضره، يعني ضروري نسخنوها في المقله ونطحنوها، لان فيها هي امتى كتخرج هي دوك الفوائد ديالها ولا دوك المواد اللي فيها الا سخنات، لان هي غنيه بالزيوت، فيها كما قلت لكم فيها اوميغا. المهم كنحطوها على الوجه ديالنا على حسب البشره ديال اي وحده. يعني ما غاديش نقول لكم 10 دقائق ولا 20 دقيقه، لان كاينه البشره اللي ناشفه يعني كتستقبلها دغيا، وكاين اللي لا اللي شويه يعني كتجلس ديك 20 دقيقه يلا تنشف ليها هاد المواد كاملين. وكنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم انا متاكده. ايوا هذه هي الوصفه ديالي ان شاء الله، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بابوني، المهم بالاشتراك ولايك بالاعجاب. وكنبغيكم بزاف وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.